يقول لك اعرف منين بقى ان المحاره كويسه؟ وايه اصلا لازمه المحاره؟ احنا بقالنا كتير قوي ما عدناش نحكي، فخلينا نحكي شويه. المحاره هي بالنسبه لنا احنا هندسيا هي عامل وسيط او مرحله بتنقل جزء من التشطيب لجزء اخر، مرحله وسيطه يعني. الطوب بطبيعه الحال بيكون مش مظبوط، ومش مظبوط دي على فكره مهما حاول البنا ان هو يظبطه غصب عنه عمره ما هيكون مظبوط للدرجه اللي تمكنني ان انا ادهن عليه مباشره، ادهن على الطوب مباشره. فعشان كده احنا بنعمل المحاره. المحاره هي سطح تسويه او عامل تسويه بيساوي الطوب وبيساوي الدنيا وبيربط الطوب في بعضه كويس، وبيديني امكانيه ان انا ادهن على سطح مستوي. بالتالي انا اخترت المحاره تحديدا عشان ندردش فيها شويه، لان ما بني على باطل فهو باطل. وانا بقول الكلمه دي في كل المحاضرات بتاعتي لما بيجي عند بند المحاره او بنشرح بند المحاره، ما بني على باطل فهو باطل، تحديدا عند المحاره. لان المحاره لو بايظه الدهانات مهما النقاش حاول يظبطها عمرها ما تبقى زي ما تكون مبنيه على محاره كويسه. ومش بس كده، ده انت المحاره دي لو بايظه ما بتعرفش تعالجها. يعني تكسير المحاره او انك تسقط المحاره دي مش حاجه سهله ومكلفه جدا. لذلك لما يجي لي عميل ويقول لي انا معايا الشقه بتاعتي نص تشطيب يعني متمحره يعني، هتخصم لنا كام من التشطيب؟ اقول له لا، احنا مش هنخصم لك، احنا هندفعك. هندفعك لو المحاره مش مظبوطه. طيب نعرف بقى منين المحاره مش مظبوطه ولا مظبوطه؟ قال لك طرق المحاره هي اول خط دفاع عن ان المحاره تطلع وحشه من الاساس، طريقه عمل المحاره نفسها. فاحنا اول حاجه لازم نشتغل باوتار ونشتغل اللي هو خيوط كده بتتشد وبتاع علشان نطمن ان احنا مسويين السطح كله. ده عمل فني بيصعب على الناس اللي هي اللي مش مهندسين اصلا، او الناس اللي بعيد عن المجال او عن المهنه ان هم يفهموه قوي. وعيب المحاره برضو، معلش هقول الحته دي قبل ما اقول لك يعني تعرف منين كويسه ولا لا. من عيوب المحاره ان لونها غامق، فاللون الغامق ده بيخليك ما تشوفش العيوب. على فكره احنا تصميميا في الديكور لما بنحب ان احنا نداري عيوب، يعني مثلا واحد عنده شقه ومتمحره اصلا وبتاع، والحيطه يعني الواد اللي عملها عايز يعني ضرب النار، فنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ ما دهنش الوان فاتحه. الالوان الفاتحه بتبين العيوب، وخصوصا الحاجات اللي فيها الدهانات اللي فيها لمعه، او اللي احنا بنسميها معلش معايا تليفون، او اللي احنا بنسميها لميع. فالحاجات دي بتبين بقى عيوب الحيطه، لو الحيطه معوجه بتاع بتبين العيوب. وده بيبان بسبب ايه اصلا في الاساس؟ بسبب الاضاءه، لان الحاجات الفاتحه واللميع دي بتتفاعل مع الاضاءه وبتعكس الضوء اكتر من الحاجات الغامقه اللي بتمتص الضوء. بمعنى اصح خلينا اديكم مثال كده بسيط، فلنتخيل بقى مع بعض كده سويا ان انت دخلت شقه بالليل ومفيش نور خالص. انت مش هتشوف بقى محاره من مش محاره. طب لو في سنه نور برضه مش هتشوف العيوب، سواء محاره ولا مدهونه ولا بتاع. على فكره كل ما نسبه الاضاءه بتعلى او بتوضح او المكان بيستدفى ضوئيا، كل ما العيوب بتبان. ولذلك احنا من ضمن المعالجات اللي بنعملها للاماكن اللي اصلا يعني احنا مضطرين ان احنا ندي بس دهان او حاجه، ودي بتبقى غالبا في الاماكن التجاريه او الاماكن الاداريه او الشقق اللي عميل بيبقى بس مستاجرها او كده، مش هيقعد بقى يسقط محاره ويعمل الكلام ده كله. فساعتها بنعمل ايه بقى؟ اقوم جاي مدي دهان اختيارات غامقه. وعلى فكره الدهانات الغامقه كل ما تخش في الغوامق كل ما بتكون اغلى يعني. فبندي اختيارات غامقه، ده نوع من انواع المعالجه اللي احنا ممكن ان احنا نعمله. نوع تاني من انواع المعالجه وبرضه بشرح ده في المحاضرات في فنيات توزيع الضوء، ان انا ما اجيش الزق بقى السبوتس في الحيطه، ابعد السبوتس عن الحوايط علشان ما يبقاش الاثر الضوئي قوي على الحيطه فيبين لي العيوب. لان احنا اصلا لما بنيجي نستلم الدهانات، وقبل منها على فكره في ناس مش عارفه الموضوع ده، وقبل منها بنستلم المعجون بنستلمه برضه بالكشاف. بنمسك الكشاف احنا كمهندسين او كناس بتستلم، ونمشي على الحيطه نحط الكشاف كده نشوف اي حاجه هتبان ولا لا. لان الشقه وهي بتتبيض وبتدهن وبتاع وبتتمعجن بتبقى لسه احنا ما عملناش الفينش بتاع الاضاءه.
يعني ممكن في اماكن الاضاءه والبتاع والكلام ده، ولكن ما ركبناش بقى وحدات الاضاءه، لان احنا لسه بنعمل معجون لحيطه، فمش هنبهدل بقى النجف والكلام ده، مش هنقعد نبهدله معانا. فبنضطر طبعا ان احنا نشتغل بلمبه كده، انت بتشوفوا يعني الحاجات دي في التشطيبات، يعني بنشتغل بلمبه اي كلام طبعا. اللمبه لاي كلام دي يا دوب بتبقى كافيه لان الفني يشتغل، لكن مش كافيه ان انا اعرف التاثير الضوئي هيبقى عامل ازاي بعدين. ولذلك يهمني قوي ان انت كديزاينر تبقى، او كراجل بتشطب تبقى عارف الديزاينر حاطط الاضاءه ازاي، لان استلامك هيبقى مبني بدقه اكبر لو انت بتستلم طبقا للتوزيع الضوئي اللي هيحصل في النهايه. مهنا لما يكون العميل بتاعي، وده مش معناه انك تهمل في استلام الشغل بتاعك، العميل بتاعي مختار بس نجفه في نص السقف، الحوايط مش هيبان فيها العيوب زي ما يكون حاطط موزع سبوتات في الجناب دايما ما يدور. فاستلامك هنا غير استلامك هنا، ودي فنيات استلام شغل وفنيات توزيع اضاءه. ولذلك يهمني قوي كمصمم انك تبقى عارف التشطيب بيكون ازاي، وده بنتكلم فيه. طيب نرجع تاني للنقطه المهمه، معلش انا بحكي يعني، انا طالع بحكي معاكم يعني. نرجع تاني للنقطه المهمه بتاعتنا. فانا دلوقتي هستلم المحاره ازاي؟ قال لك بص، في طرق بسيطه جدا لاستلام المحاره، وهي الدراع والإدة. انك تجيب حاجه مستقيمه او مستويه مستقيمه، وبتمشي بقى كل مسافات كده بالطول وبالعرض وبالورب وبزاويه، تفضل تمشي على الحيط. اي منطقه في الحيط هتلاقيها معوجه لازم تخلي الفني ياخد باله منها. و... وطبعا الموضوع ده لما بيتعمل لازم يتعمل والمحاره لسه طريه، انت ما تستناش بقى المحاره تنشف وتيجي هيضطر يكسرها يعني، فاهمني؟ فانت بتستنى بقى لما تكون المحاره خلاص عندي بدات ان هو خلاص هتشك او انها هتعضم، وتبدا تعمل العمليه دي. طب ليه ما اعملهاش اول ما الفني او الصنايعي يشتغل؟ والله وارد جدا ان يحصل باكلينج او يحصل تموجات من عيوب التخليط نفسه. فانت ممكن تستلم من الفني الدنيا تمام قوي، وبعد ما الدنيا تنشف تبدا العيوب تبان، او تبدا تلاقي تشققات لان هو حط مثلا جبس زياده او بتاع. فانا بفضل المرحله الوسطيه، لا اول ما يخلص ولا استنى ما تنشف خالص، مرحله وسطيه. والمرحله من البنود اللي فيها مشكله كبيره قوي، وهي انها مجهده عضليا للفني. ولذلك لما تلاقي عند الفني مشكله او بتاع، بلاش يعني تخش تتكلم بطريقه مش كويسه، يكفيك ان انت تقول له تسلم ايدك، بس احنا الجزء ده بس محتاجين ان احنا نظبطه، لان هو مش عاجبني. في النهايه اغلب الاماكن اللي هي بتتسلم تشطيب تجاري، اللي هي الشركه او المطور نفسه، انا ما بقولش كله، بقول اغلب يعني، الشركه او المطور نفسه بيطمع في ان هو اللي يشطب، ما بتطلعش الجوده عاليه. ومن اسباب يعني نقدر نقول 30 40% من الجوده بتبقى وحشه حتى لو مشطب للنهايه، على فكره هي المحاره. ليه بقى؟ بص هقول لك على حاجه، هي الموضوع خلينا نقول نفسي واداري. السيستم الاداري لما بيطبق على فرد غير لما يكون عندك 100 فرد، بالتالي الموضوع بيصعب جدا ان هو يكون مثلا عنده بيسلم مثلا 300 شقه ولا بتاع في كومباوند، والمقاول اللي واخد مثلا 100 شقه ده يسلم ال 100 كلهم بيرفكت كانه يعني قاعد مركز في واحده واحده، ده بيبقى صعب جدا. وطبيعي جدا ان اللي بيشتغل ايده في الشقه دي غير ايده الشقه دي غير ايده في الشقه دي، فاهمني؟ لكن لما العميل بيدي الشقه بتاعته لمهندس عشان ينفذ، المهندس بيبقى غالبا شغلته الشاغله الشقه دي، او معاه شقه شقتين بالكتير جنبها، وكمان ما بيبقوش في نفس المرحله التشطيبيه، فاهمني؟ فبيبقى مثلا هو شغال عندك محاره لكن شغال عند الشقه الثانيه اضاءه، يعني كان بادئ في الشقه الثانيه قبلك، فهو مركز عند المحاره عندك بس، فمختار اجود صنايعي او فني للمحاره عندك انت بس، غير اللي بيبقى واخد مقاوله او واخد الموضوع كله. هتقولي طب ما هو ده يتعالج اداريا، هقول لك عشان كده انا بدات بالنقطه دي، ان الموضوع حتى اداريا بيبقى صعب، يعني محتاج هيكله عاليه جدا جدا. وده السبب الرئيسي اللي طلع منه مصطلح يقول لك تشطيب تجاري. تشطيب تجاري دي هي النقطه او البوينت اللي انا بكلمك فيه ده،
وده بقى طبقه على كل البتاع، تلاقي مثلا السبوت متزحزح، مش ليه؟ لان هو الفني الكهرباء اللي داخل ده، ايد الكهربائي ده غير ايد اللي ماسك الشقه اللي جنبك، غير ايد اللي ماسك العماره اللي في نفس الكومباوند بعدك. ادي واحد اتنين، حتى لو هو نفس الايد اللي شغاله، هيتاخر في التسليم ده اولا، وده مش هيحصل، انا بس بفترض معاك. ثانيا هو يعني مش هيشتغل بنفس الكفاءه. هنا اول ما بدا في الشقه دي مثلا كان بادئ الصبح بدري وكان لسه بكامل طاقته. شقه جارك كان وهو شغال فيها كان تعب وخلاص في اخر اليوم اول ما بدا فيها. فبيبقى في عندك شويه خلل بيحصل، عشان كده بقول لك برضه بيخش معاه خلل نفسي، ان دي حاجه ليها علاقه بطبيعتنا البشريه يعني. ولذلك انا شايف وجهه نظري الشخصيه ان التشطيبات التجاريه بتكون غاليه ومش اجود حاجه، غير لما تروح لحد يمسك لك الموضوع من اوله. هنا انا مش بقول كده عشان انت تجيلي ولا ما تجيليش، انا اصلا ايه في غنى عن الكلام ده كله. انا بس بقول لكم ايه وجهه نظري، يعني بتكلم كدردشه كوجهه نظري. بقالنا كتير ما دردشناش، فحبينا ان احنا نقعد نحكي كده شويه، ويا رب يكون الفيديو كان مناسب ليكم، ويكون افاد الناس او افادكم. ولو في عندكم اي اسئله حطوها لي في الكومنتس، وان شاء الله اجاوب عليها في الفيديو اللي بينزل بتاع الكيو ان. شكرا لكم.